السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. النهارده هنعمل مع بعض ايه أكلة جميلة كده، يعني ما صورتلكوش بقى من زمان. انتوا عارفين الحر وعارفين والله لسه ما بدأتش من الحر، عارفين الحر بقى والقلق بتاع الحر. فايه هنعمل مع بعض النهارده أكلة خفيفة كده، لزوم ايه شيء لزوم الشيء. يعني معانا حلة كده، طبعا هنحط فيها شوية مية. ده فول مفصص اللي هو المدشوش، ماشي. هنعمل ايه بالفول ده بقى؟ ونحط بصلايه وشويه توم، حاجات كده على السريع، على السريع يعني ايه، من غير مقدمات. طبعا احنا الخضره بقى بتاعت الاكله الجميله دي بتتخرط، احلى حاجه فيها بقى ان هي ما تهدناش، يعني كل تخريطه عشوائي. شوفوا كل تخريط كده ايه عشوائي. هنحط على كل ده بقى كده شويه ميه. انا بقى ايه ما نجيب شويه ميه كده، هو بس كده هتتسلق بقى مع بعضها. البصلايه دي ليه يا نونا؟ هقول لكم دلوقتي البصلايه دي ليه. تعالوا بس اما نجيب شويه ميه. كده كفايه. تعالوا بقى ايه نولع النار بتاعتنا، نحط الفول. كل ده بقى هيتسلق مع بعض كده، ايه هياخد ويدي مع بعض كده بشكل ودي، على ما احنا ايه نشوف هنعمل بالبصلايه دي ايه. نجيب بس صينيه كده بقى، الصينيه بتاعتنا اهي. هنعمل بقى ايه؟ هنحمر البصلايه دي. طبعا احنا كده طبعا ايه، الستات الجميله اللي معانا والناس الجميله اللي معانا عرفت احنا هنعمل ايه. البصلايه دي بقى ايه هنخرطها كده، مش هنخرطها خروط رفيعه يعني، لان هي هتبقى ايه لتزيين البصار. طبعا احنا هنعمل، عرفتوا بقى احنا هنعمل ايه، نعمل بصار. اصل بصراحه الواحد اصلا ما عادش عارف والله العظيم ياكل ايه في الحر ده. يعني الجو ده، يعني الحمد لله ان انا دخلت اصور في الحر نار الله المقدة اللي احنا فيها دي. البصلايه بقى بتاعتنا اهي خلاص تخريط كده، ايه احنا هنزين بها، بس هنزين بيها. شفتوا شيف يعني، ما اقولكوش شيف هنزين بيها. وطبعا انتوا عرفتوا المقادير بتاعتنا بتاعت البصاره ومقادير، والله العظيم ده انا بقول كلام زي الفل. ما شاء الله علي، 5 علي، ده انا اتطورت خالص. شيف يعني مفيش كلام كده. ايه طبعا كفايه البصلايه دي، لان طبعا كلنا عارفين البصل اليومين دول بقى مكان التفاح، صح؟ شيف يعني مقادير وبصلايه ونجرنش اوعى. طبعا ده بيتسلق معانا اهو، هيتسلق وهنعملها في الخلاط. هنفرمها في الخلاط ونحمر البصل ونرجع لكم تاني. وده بقى شكل الثوم بعد ما خلص. والزيت ده طبعا هنعمل فيه البصاره. قولوا معايا البصاره. ودي البصاره وهي بتغلي هنطفي عليها بقى النار ونضربها في الخلاط وارجع لكم تاني. كده خلاص بقى شكل بعد ما عملناها في الخلاط اهي. والبهارات بتاعتها بقى ملح وفلفل اسمر وكمون وشطه. نحط بقى ايه البهارات بتاعتنا كده عشان تعرفوا ايه. طبعا مش بنسيبها بقى تغلي قوي كده، زي ايه، هي زي المهلبيه بالظبط. يعني انا ولادي وهم صغيرين كانوا ما بيعوزوا ياكلوا بصاره، كانوا بيقولوا ايه عايزين المهلبيه الخضراء اللي بناكلها بالعيش. وطبعا انا يعني ما فيش حد ما بيحبش البصاره. هي كده خلاص لفت اهي. طبعا انا حصل لي حوادث وانا بشتغل دلوقتي. الكاميرا وقعت والتليفون وقع والستاند وقع وما شاء الله. عايزه شويه ملح ونحط لها سكه شطه، لان البصاره بتبقى حلوه وهي مشطشطه، ماشي. طبعا البصاره ايه اللي احنا
هنجرنش بيه، هنحطها على وش الطبق كده. خلاص اهي لفت معانا بقت جميله وتقلت. هنغرف بقى ايه في الاطباق بتاعتنا. تعالوا بقى ايه نجيب الاطباق نشيل جواها. نطفي النار الاول كده وبعدين نغرف بقى ايه. هنغرفها كلها كده في الاطباق واوريكم شكلها ايه. طبعا احنا مش هنملى الطبق قوي عشان اللي ياخد طبق ياكله كله. تمام. هغرفها بقى واوريكم كده. خلاص بقى اهو يا اختي. طبعا انتوا شهود معايا في اللي حاصل. ايوه نحط بقى البصل بتاعنا كده. اصل النهارده والله العظيم يوم مش عادي. هي عملت بقى نص كيلو فول، عمل معانا الكميه الحلوه دي. هو ايه يعني طبعا احنا نفرين وطفايه وحبه الصغننين دول. والبصل ده ايه طبعا في ناس بتحط بصل وفي ناس بتحب السمسم. احنا مش بنحب نحط عليها سمسم، بنحب نحط عليها بصل. وهو ده كان شكل البصاره بتاعتنا. اعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصل